رحلة بورسعيد كان فيها مفاجأة جميلة جدا، إني ألتقي بالفنان الكبير ابن بورسعيد وخريج اسكندرية، الفنون اسكندرية دفعة 77، راجل صاحب تجربة طويلة، الأستاذ الفنان عاطف ترمب. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. احنا عندنا قناة صغيرة كده اسمها ألوان ومواقف. جميل. يعني من الاسم كده احنا عايزين نفهم الشباب، احنا بقينا في لحية بيضة هنا وكبرنا، طبعا نقول لهم على التجارب وبتصنع ايه من جمال. الحقيقة بالنسبة لي أنا خريج سنة 77 الأول على كل أقسام الكلية وعلى فنون جميلة القاهرة. يعني كلفت معيد الكلية في نفس الشهر. الحقيقة قعدت حسبتها بالورقة والقلم. أيامها كان مرتبات ضعيفة جدا، وأنا شاب عايز أبدأ حياته، عايز أتجوز وأخطب وعايز يبقى لي بيت، وأنا مغترب في اسكندرية. هو مستحيل بالورقة والقلم، لو قعدت حتى وبقيت عميد الكلية مش هيبقى عندي. فكان قراري إن أنا أسيب الكلية وأمشي، لأن ملهاش أي معنى. ما أنا فنان أصلا، فالكلية أنا بعتقد يعني إنها بتقتل المواهب. كنا تقعد تشتغل معيد في الكليه وتقعد تنتظر الدكتور عشان تعمل بحث ويقعد يذلك، ولا ما جيتش، لا تعالى، وده انا احفظ. وده قابلني مع ناس في الكليه في الفتره دي. فكان قرار جريء وشجاع ان انا اسيب الكليه رغم ارادتي. ورحت كنت كاتب كتاب على زميلي هنا، اتجوزنا في اسكندريه وخدنا بعضنا ومشينا خلاص بره مصر. الفرق بقى في الرحله انه زي ما بيقولوا يعني انك ربنا مقدر لك كل حاجه. الحمد لله. انت تسعى وخلاص. انا شايف انه كان وجودي كان زماني بقيت تلامذتي رؤساء اقسام وعمداء كليه الاسكندريه بس من جوه انا بحس ان هم تعبانين نفسيا. مش وانا راجل بحراوي وحر، ما تعودتش ان انا حد يقول لي تعالى وروح ولا الكلام ده. فانا شايف ان انا عشت بشكل كويس قوي وانا شاب، ومسكت فلوس كويس وبنيت حياتي صح، وربيت ولادي وتعلمتهم وتعلموا وربيتهم رجاله على الصدق والامانه. وشايف ان ده كان دور مهم جدا، وان انا ابني بيت واسره واستقر، ومن خلال سفري لاكثر من مكان رحت اشتغل فيه. طول ما انت اصلا قوي وايدك قويه ومخك ناضج وبتعرف تمارس العمل، هتبقى لك وجود وسط الفنانين او وسط الحركه التشكيليه. انا صحيح بره الكليه عملت ماجستير في فنون بعد كده، بعد ما غبت شويه ورجعت عملتها في فنون القاهره، وعملت حاجه اسمها دكتوراه من جامعه من امريكا. لان الحقيقه انا لما اشتغلت بره مع بروفيسور من فنلندا كمساعد له في جامعه كليه الهندسه، محاضر مساعد، رغم ان انا كان معايا تمهيدي ماجستير بس. قالوا انا هعتبرك معاك ماجستير، وعاملونا على هذا الوضع كعضو هيئه التدريس. هو كان مندهش انه حتى لو انه اقول له عايز انا مسجل وعايز اناقش ماجستير نرتب معاك، يقول لي مفيش حاجه اسمها ماجستير في الفنون ولا دكتوراه. هو كبروفيسور في الجامعه، وكان وكيل جامعه هلسنكي للفنون، وكيل الجامعه، وما عندوش ولا ماجستير ولا دكتوراه، عنده دبلوم بعد الثانويه صناعيه في فنون سنتين، يعني زي اعداد فنيين عندنا. لكن الفايل بتاعه والانتاج يؤهله انه يبقى بروفيسور. الفنان في لجنه بتقوم بعمليه تقييمه، مش موضوع كلمتين يجيبهم من على النت ولا من الكتب يقعد ينقلهم ويعملهم عشان يبقى استاذ. تمام، يعني احنا لا نستند على حرف الدال ولا على الاشياء دي كلها. بالتأكيد. وكمان مش لازم التعليم من اجل الوظيفه، يعني انت لو شايف نفسك ايوه ايدك قويه وشغلك قوي. انا على فكره بعتذر للمشاهد الكريم، احنا في سوق السمك وبنحضر نفسنا لقمه سمك، ويعني انا مش عايز اقاطعه لانه الاسترسال جميل جدا، بس انا عايز برضو اقول حاجه، ان التجربه الفنيه اللي حضرتك مريت بيها اكيد انت مرتاح نفسيا. الحمد لله. وخليتك ناقد تقيل شويه يعني. زي ما بقول لك كل واحد ربنا مقدر له اللي هيشوفه يعني. الحمد لله. لكن ما عليك الا السعي. فانا في سنه 90 انا خريج جرافيك طباعه، عملت تجارب طباعه خشب على مستوى
جدا، مساحات كبيره وكان صحه الحقيقه في عز ده. وكان لسه ما حدش يعرف حاجه اسمها كمبيوتر جرافيك ولا. جبت اجهزه عندي في المرسم كمبيوتر ب 25000 جنيه ايامها، حاجه تقيله، ثمن شقتين الوقت كان ساعتها. المهم وقعدت علمت نفسي على 2 كمبيوتر و2 برينتر كلر وابيض اسود وواحد سكانر ضخم، اجهزه عشان اعمل سنتر جرافيك واتعلم يعني ايه فوتوشوب ده. قعدت دربت نفسي وخدت كورسات لدرجه ان انا بقيت ارسم بالماوس على طول. بالماوس مش لاين بين ولا كلام من بالماوس ارسم. الحقيقه السنتين دول رشحوني ان انا اروح ادرس ده في الامارات. ف انا كنت مؤمن بانه التكنولوجيا مهمه جدا للفنان، وانه فن مش ان انا اقعد ارسم وخلاص. اللي يقعد يرسم عشان يرسم بورتريه والكلام ده ما عادش له معنى. النهارده كاميرا بتعمل ده في جزء من الثانيه وبالالوان وفي فلاتر. يعني التقنيات الحقيقه عنصر مساعد ورائع جدا، وهي الوظيفه اللي يعرف يوظف فانا بدعو يعني انا بدات مبكرا، يعني انا اعتقد في لا انا بدات سنه 82 على فكره، اشتريت سنكلير. انا اشتريت سنكلير سنه ايوه 82. انا وانا في ليبيا في 85 86 كليه هندسه كانوا جابوا معمل كمبيوتر وانا وكان البروفيسور بتاع الكمبيوتر بولندي كان يجي يشدني، عارف انا فنان، يقول تعالى شوف ده بيعمل ايه. فانا الحقيقه كنت اقول له لما طيب نفس عايز ايه؟ تعرف ايه؟ تعرفه؟ طيب على كل حال اسف للمقاطعه. الكلام اللي حصل هو بيحسبوه طيب استاذي. نعم. شكرا جزيلا. عفوا يا حبيبي. كتر خيرك. في امان الله. ماشي، مع السلامه. في ايه؟